رسميا الأهلي يعلن التعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنوات. نيمار يضع ليفربول في مأزق كبير مع محمد صلاح. ناد فرنسي يسعى لإنقاذ مصطفى محمد من جحيم. بداية مثيرة وأجبر جوارديولا على تغيير خطته. صحفي إنجليزي يحلل أداء عمر مرموش. أعلنت النادي الأهلي التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري لينضم إلى صفوف الأحمر عقب نهاية الموسم. وأكد الأهلي عن التعاقد مع تريزيجيه عقب نهاية الموسم لمدة 5 سنوات قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي، حيث ينهي الأهلي كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي. ومن المقرر أن يظهر تريزيجيه مع الأهلي نهاية الموسم الجار خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي صفقة تريزيجيه لتكون الرابعة للنادي الأهلي، حيث تعاقد مع ثلاثي مصطفى العش وجينج جراديشر وأحمد رضا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالإضافة إلى الاتفاق مع لوكرة القطرية على تواجد حمدي فتحي رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية. ورحل تريزيجيه عن الأهلي في 2015، حيث خاض رحلة احترافية طويلة بدأت من أندرلخت البلجيكي مرورا برويال أكسل موسكرون وقاسم باشا وأستون فيلا وأسطنبول باشا كشير وطرابزون سبور وختاما ريان. نيمار يضع ليفربول في مأزق كبير مع محمد صلاح. يواجه نادي ليفربول مأزقا فيما يخص مستقبل نجم الفريق محمد صلاح، وذلك بسبب لاعب فريق الهلال السعودي نيمار، حسب ما ذكر تقرير صحفية اليوم. ومن المعروف أن العقد الحالي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول سينتهي في صيف 2025، أي نهاية الموسم الجار. ورغم تألق محمد صلاح المبهر في الموسم الحالي، إلا أنه صرح أكثر من مرة بشكل علني بعدم وجود أي تقدم يخص ملف مستقبله مع ليفربول. وسبق أن ارتبط محمد صلاح بخطوة الرحيل والانتقال إلى الدوري السعودي، حيث حاول نادي اتحاد جدة استقطابه بعقد مغري للغاية، وهو ما قوبل بالرفض من جانب ليفربول في صيف 2023. ولا يزال ارتباط محمد صلاح بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين مستمرا، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى رغبة الهلال في ضمه. وذكر التقرير في الفترة الأخيرة أن الهلال يسعى إلى ضم محمد صلاح الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية نسخة 2025 بنظامه الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتواجد الهلال في المجموعة 8 في مونديال الأندية المرتقب رفقة كل من ريال مدريد، سلزبورغ وباتشوكا. في الوقت نفسه يستعد لاعب فريق الهلال نيمار للرحيل عن النادي السعودي والانضمام إلى ناديه السابق سانتوس البرازيلي. وذكرت شبكة تيم توك الإنجليزية أن رحيل نيمار الوشيك عن الهلال سيكون له عواقب وخيمة على ليفربول في ظل ارتباط النادي السعودي بمحمد صلاح. وأوضحت أن بيع نيمار سيمنح دفعة قوية للهلال، حيث أن رحيله يعني رفع تكلفة راتبه السنوي من على كاهل خزائن النادي السعودي، حيث تبلغ قيمته 138 مليون جنيه استرليني سنويا. وأشارت إلى أن ذلك الأمر سيفسح المجال أمام الهلال من أجل ضم محمد صلاح، الذي سيصبح أحد أعلى لاعبي كرة القدم من حيث الأجر حال رحيله إلى المملكة العربية السعودية. وأفادت بأن هناك علاقات إيجابية بين مسؤولي كرة القدم السعودية ومحمد صلاح بعد محاولة ضمه في صيف 2023، مع العلم أن صاحب 23 عاما يدرك أن عقدا ضخما ينتظره حال موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي. ورغم رغبة ليفربول في الاحتفاظ بخدمات محمد صلاح، إلا أنه لا يستطيع مضاهاة السعودية ونادي الهلال فيما يخص الراتب المعروض على المصري. ولا يزال محمد صلاح من جهة وإدارة ليفربول من جهة أخرى بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في ظل اختلاف كل طرف فيما يخص مدة العقد والراتب. وأكدت الشبكة نفسها أن الكثيرين في السعودية يثقون في أن محمد صلاح سيكون لاعبا في الهلال الموسم المقبل، ولكن المتواجدين خلف الكواليس في ليفربول يؤكدون أنه لم يتم حسم أي شيء حتى الآن. ناد فرنسي يسعى لإنقاذ مصطفى محمد من جحيم. كشف تقرير صحفية فرنسية أن الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت لديه عرض من داخل الدوري الفرنسي لضمه خلال الميراك أوتو الشتوي الجار. مصطفى محمد هذا الموسم لا يشارك بصفة أساسية مع نانت،
وسجل 3 أهداف خلال 17 مباراة شارك فيهم تحت قيادة المدرب أنطوان كومبوري. صحيفة غليكي بالفرنسية أكدت أن لانس يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ومواصلة الميراكوتو الساخن للفريق. لانس الفرنسي تمكن من ضم جودوين كوياليب وماثيو رايان بينما ينتظر حسم صفقة جيريمي أجبونيفو مساء اليوم الاثنين. الصحيفة أشارت إلى أنه لا توجد مفاوضات رسمية بين الناديين، لكن اللاعب على رادار لانس وتم التحدث مع وكيله من أجل معرفة إمكانية رحيله عن نانت. في الوقت ذاته لا يقبل نانت رحيل مصطفى محمد بأقل من 10 ل 15 مليون يورو، حيث لديه عقد مستمر حتى 2027. بداية مثيرة وأجبر جوارديولا على تغيير خطته. صحفي إنجليزي يحلل أداء عمر مرموش حلل أحد الصحفيين المتخصصين في شؤون نادي مانشستر سيتي أداء النجم المصري عمر مرموش بعد ظهوره الأول رفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت الماضي. وخاض مانشستر سيتي مباراته في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي على ملعب الاتحاد حيث فاز بنتيجة 1-3. وشهدت المباراة مشاركة المحترف عمر مرموش في ظهوره الأول رفقة مانشستر سيتي بعد قدومه من أينتراخت فرانكفورت. ورغم إعلان مانشستر سيتي صفقة تعاقده مع مرموش يوم الخميس الماضي، إلا أن المدرب بيب جوارديولا دفع به في التشكيل الأساسي ضد تشيلسي حيث لعب حتى الدقيقة 73. وقال ستيفن ماكنيرني الصحفي الإنجليزي المتخصص في شؤون مانشستر سيتي لشبكة سبورتس مول الإنجليزية: أعجبت به للغاية، لم تكن مشاركة مرموش الأولى مذهلة، ولكنه كان واعدا بشكل مذهل. وأضاف: الدوري الألماني على مستوى عال بشكل لا يصدق، ولكن عندما تأتي إلى الدوري الإنجليزي وأي بلد جديد سيكون من الصعب دائما التكيف على الفور، خاصة بالنظر إلى المطالب التي تفرض على مانشستر سيتي، كذلك بالنظر إلى وضع مانشستر سيتي الآن. لقد كان موسما مضطربا للفريق. وواصل: أعتقد أن تأثير مرموش والطريقة التي يلعب بها أجبرت مانشستر سيتي على تغيير خطته قليلا، كما غير جوارديولا ذلك بسبب الافتقار إلى السيطرة، ولكن مرموش يناسب هذا الفريق من مانشستر سيتي. وأردف: لانطلاقاته في الخلف إنه فعال، هذا الرجل متعطش حقا للأهداف والتأثير على المباراة، إنه يعمل في الخلف أيضا. كانت قلقا بعض الشيء في البداية بشأن لعبه كجناح أيسر. لقد تحدثت إلى عدد قليل من الأشخاص الذين يشاهدون الدوري الألماني أكثر مني، وأخبروني أنه لم يكن ناجحا قبل تحويله إلى مهاجم في فرانكفورت. واسترسل: فرق مثل سان باولي وفولفسبورت تضعه في الجناح معتقدة أنه سيكون محمد صلاح جديدا، سيلتصق بخط التمس ويتحرك إلى الداخل أحيانا، لكنه سيلعب كجناح أيسر، لم يناسبه ذلك. وأفاد: لأنه أفضل عندما يكون قريبا من المهاجم، في هذه الحالة هالاند، ومن الواضح أن جوارديولا سمح له بذلك، على الرغم من أنه عادة ما يكون على الأطراف على الجهة اليسرى. وأكد: لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا بشأن ما سيفعله مرموش في مانشستر سيتي، إنه يتمتع باللمسة والسرعة والثقة بالنفس، يمكنه تسديد الكرة بوضوح، كذلك يتمتع بحركة جيدة، كان متسللا مرتين أمام تشيلسي، ولكن هذا ربما يكون مجرد حماس مفرط من جانبه، إنه يمنح منفذا جديدا مانشستر سيتي. واستكمل: جوارديولا قرر ضد تشيلسي إبقاء برناردو سيلفا وكوفاسيتش وجوندوجان جميعا معا، نتيجة لذلك منح حرية كاملة نونيز وجيفارديول من أجل التقدم إلى الأمام كظهيرين، مما منح حرية كذلك المرموش وفودين للتواجد خلف هالاند. نجح الأمر جيدا للغاية بالنسبة للفريق. واعترف: نظرا لأن مرموش يمتلك تلك المجموعة الخاصة من السمات، لا أعتقد أن سافيو أو دوكو يمكنهما القيام بدوره، هما لاعبان مختلفان تماما. وأكد: سيسجل مرموش الأهداف، يمكنك أن ترى ذلك بالفعل، فهو لا يفتقر إلى الثقة بالنفس ولديه اللمسة الصحيحة، وكذلك معدل العمل المناسب، ويبدو أنه سيكون نجما. مشاركة أولى مثيرة. سأكون مندهشا إذا لم يسجل في مبارياته القليلة الأولى لأنه لديه جوع للأهداف بالفعل.